تصريح بمثابة الهدية لكل الأهلاوية من عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأستاذ أحمد سليمان أو الكابتن أحمد سليمان، اللي كان موجود مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، اللي اداله درس قاسي جدا وقصف جبهة ما بعده قصف جبهة. وطبعا متعودين على سيد عبد الحفيظ من الكلام ده، لكن أصلا لما تيجي تبص إيه هو التصريح الهدية اللي بيقدمه الكابتن أحمد سليمان للأهلاوية. هقول لك يا عزيزي على كل حاجة، بس في البداية ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو لو مش تابعنا ويلا بينا نخش في المفيد. الكابتن احمد سليمان طالع امبارح مع مهيب عبد الهادي وكان موجود معاهم سيد عبد الحفيظ في حوار كده، واتكلموا على فكره ازاي عواد ما يقفش جون وشوبير يقف جون. عواد اللي عمل وسوى وخد كونفدراليه وخد مش عارف سوبر افريقي وعمل وسوى، ازاي ما يقفش؟ وشوبير ازاي يقف؟ لما حتى مهيب بيكلمه يا كابتن احمد، طيب ما هو شوبير برضه حارس مش قليل وبيلعب في الاهلي وي قال له بس ما عملش حاجه. رد سيد عبد الحفيظ عليه وقال له ده مرشح لافضل حارس في افريقيا وافضل لاعب في افريقيا، يعني مترشح على جايزتين. قال له انا ما شفتش اصلا هو عمل ايه في افريقيا، هو ما عملش حاجه ومحدش شاف حاجه. انت متخيل بيقول لك ايه؟ ما عملش حاجه. رد سيد عبد الحفيظ عليه بقى وكالعاده بقصف جبهه، قال له تقريبا انت ما كنتش فاضي، كنت مشغول، لكن افريقيا شافت ورشحت. طيب تعالى بقى نكمل له النقطه الثانيه اللي ما لهاش سيد عبد الحفيظ، الا وهي ان شوبير اللي انت بتتكلم عليه ده لعب 9 مباريات كلين شيت ما دخلش فيه جوان، وكان مساهم بشكل اساسي وكبير جدا في فوز النادي الاهلي بالبطوله الثانيه على التوالي وال 12 في تاريخه. دوري الابطال اللي ما يتساويش باي بطوله، مهما هتقول لي بقى الكونفدراليه، هتقول لي سوبر افريقي مش عارف ايه، دوري الابطال في حته ثانيه لان هو اقوى بطوله في افريقيا كلها، وده باعتماد افريقيا نفسها، وان حتى نقاطه بتبقى اعلى، وان هو بيروح كاس العالم للانديه وانه وكلام كبير جدا. فالكونفدراليه بالنسبه لهم هي بطوله ثانويه مش اساسيه. وبالمناسبه عواد من الحراس الكويسين جدا على مستوى الشخص، انا بحبهم وبحب اداؤه كمان الفني، ولكن في النهايه هي وجهه نظر مدرب. حضرتك لما كنت موجود مع الجهاز الفني للكابتن حسن شحاته في الجيل الذهبي لمنتخب مصر، كان موجود معاك عصام الحضري وكنت بتدربه. وبالمناسبه عصام الحضري كان في مره النادي الاهلي زعلان ومتضايق من المنتخب ان خد عصام الحضري اللي هرب من النادي وضمه هو كابتن حسن شحاته، وحضرتك ضمته للمنتخب. بالرغم من كده مفيش حد طلع واعترض. كون الاهلي وادارته متضايقين، ولكن محدش اعتراض رسمي. لكن انت جاي دلوقتي تقول وتهدد المنتخب، وهو ده بقى التصريح اللي بقول لك عليه هديه. هو بيهدد حسام حسن والمنتخب، لو انت هتاخد لعيبتي تقعدها على الدكه لا انا مش هبعتها لك. اهو تهديد واضح اهو. طب ايه الهديه بقى الاهلاويه في وقت من الاوقات لما النادي الاهلي قال للاتحاد المصري ان انا مش هبعت لعيبتي غير في الاجنده الدوليه والمواعيد الرسميه بس؟ طلعت ناس كتيره قوي واعلام الزمالك بص طلعوا يتكلموا في الموضوع وقال لك الاهلي ومش وطني ومش خايفين على المنتخب ومش خايفين على البلد والنادي عندهم اهم وي ولا بلا بلا وكلام كتير. اهو دلوقتي احمد سليمان بيهدد المنتخب انه مش هيبعت لعيب. ليه؟ عشان ما لعبوش. هو شرط ان انا كل لاعب اخده العبه؟ اكيد لا. فانت هنا لازما ولابد تطلع تقول، انت كاعلامي زملكاوي اتكلمت في الموضوع وقلت النادي الاهلي مش نادي يعني وطنيه والكلام ده كله، وسيبونا بقى من الشعارات دي. اهو انت لازما تطلع تقول لاداره نادي الزمالك بعد اذنكم نزلوا شعار الوطنيه والكرامه اللي انتوا حاطينه مع اللوجو ده. ما انت كده مفيش وطنيه، انت بتهدد المدرب ومنتخب مصر انه لاعب لعيبته، وبتخسف حق لعيبه عملت مع انديتها حاجه قويه جدا الا هو شوبير، لمجرد انك شايف ان عواد احسن. طبيعي ان اي جمهور في الدنيا شايف لاعيبته احسن لعيبه ولاعيبته تستحق احسن حاجه، ده طبيعي، وفي الاخر ده جمهور. لكن ان يطلع مسؤول يتكلم كده فده شيء كبير جدا. حتى لما مهيب ساله وقال له هل الكلام دوت طالع من مجلس الاداره ولا رايك الشخصي؟ قال له لا، ده انا هعرضه على مجلس الاداره وهنجتمع وهناخد فيه قرار. سيد عبد الحفيظ قام رد عليه بقصف جبهه كالعاده، قال له يعني انت طالع تقول قرار في الاعلام قبل ما تجتمع مع مجلس الاداره؟ طب افرض مجلس الاداره رفض، شكلك هيكون ايه؟ بص، درس في الاداره، درس انك تقول الكلمه في معناها، درس انك ما تقولش اي كلام. سيد عبد الحفيظ اللي ما تدرجش في الاداره غير بس كمدير للكوره، بينما الكابتن احمد سليمان كان في يوم من الايام مرشح لرئاسه نادي الزمالك، وقبلها كان مرشح للنائب، ودلوقتي عضو. يعني راجل المفروض انه كادر كبير، ما يطلعش منه كلام زي كده وتهديد على الهوا لمجرد انك زعلان ان اللاعب بتاعك ما لعبش. ايه المشكله؟ ايه المشكله انه ما لعبش؟ وايه المشكله انه ياخد طاهر ويلعب طاهر؟ خد بالك، جمهور النادي الاهلي
ما قالش ان طاهر يروح، بالرغم من ان اداؤه كان كويس وبدايته كويسه الموسم ده. وحتى حسام حسن لو ما كانش خده ما كانش حد هيتكلم. ما عندك امام عاشور مثلا احسن خط نص في مصر بلا منازع، يعني دلوقتي في الفتره الحاليه ما تضمش للمنتخب، هل حد طلع يتكلم؟ عادي، ممكن كجمهور نطلع نقول وبتاع، لكن هل حد من اداره نادي الاهلي اتكلم وقال لك اللاعب بتاعي ده ليه ما راحش؟ ابدا. كل الحريه، مطلق الحريه للمدير الفني. واكبر دليل على كده لما عصام الحضري هرب من النادي الاهلي وجه حضرتك والكابتن حسن شحاته ضموه للمنتخب، محدش قال للكابتن حسن شحاته انت بتعمل ايه، ولا حد حتى خصمه من اداره الاهلي ولا حد كلمه خالص. مطلق الحريه، براحتك. كان نفسي كاداره ما يروحش وكجمهور ما يروحش المنتخب عشان عمل حاجه وحشه مع النادي، مفيش مشكله، راح حر. لكن انك تطلع تهدد انك مش تبعت لعيبتك، ده كلام كبير قوي قوي يا كابتن احمد. وفي النهايه ده بيوضح الفرق والعقليه الاداريه في نادي الزمالك والعقليه الاداريه في النادي الاهلي، فرق كبير قوي، بس الناس مش شايفاه. مش كده ولا ايه؟ ما تنساش يا عزيزي تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير الفيديو لو مش تابعنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.